لو فضلت تصور فيها مش هتخلص، مش هتلاقي وقت حتى انك تعمل مونتاج. هتلاقي نفسك عمال عندك فكره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، وعايز تخلص الفكره دي عشان تصور غيرها وتنزلها على القناه وانت قاعد ما بتعملش حاجه. ما ينفعش يكون عندك الكنز ده في قناتك وانت قاعد كده. ابدا خد افكار، ابدا شوف فيديوهات واتفرج واعمل فيديوهات وهات جمهور كتير وكبر قناتك ووسع قاعده جماهيرك. ده اللي انت المفروض تعمله. النهارده هقول لك على اكبر مصدر وافضل مصدر تقدر تجيب منه افكار لفيديوهات تكون افكار فيديوهات ناجحه، وهتضمن وهتكون متاكد حتى من قبل ما تصور الفيديو ان الفيديو ده هيجيب تفاعل كويس وهيوصل لجمهور كتير، والناس والجمهور بتاعك هيحب الفيديو وهيتفرج عليه مده كبيره. ازاي هتعرف ان الفيديو ده هينجح من قبل ما تعمل الفيديو؟ ده اللي انا هقول لك عليه النهارده، وهقول لك تجيب الفيديو منين واي فيديو تحديدا اللي تعمله، وكمان هقول لك الفيديو اللي تعمله ده ممكن بنسبه كبيره يدخل اقتراحات في اليوتيوب ويجيب لك مشاهدات كتير. كل ده تقدر تعمله من خلال قناتك. لا مصدر هتدور عليه، ولا قناة تانية هتبص عليها، ولا موقع هتجيب منه افكار، ولا اداة هتستخدمها. المنطقة اللي محدش بيقرب لها، اللي محدش معتبرها موجودة داخل القناة، على الرغم انها كنز من الكنوز اللي مديها لك اليوتيوب. بيقول لك خد الكنز ده، ابدأ خد منه الحاجات الحلوة وانشرها في قناتك عشان تنجح وتكبر وتجيب مشاهدات اكتر وتوصل للي انت عايزه. وتحديدا مع النقطة اللي احنا هنشرحها النهاردة، قناتك هتبقى في حتة تانية. هتلاقي عندك افكار فيديوهات ناجحة، هتلاقي عندك افكار بتحافظ على الجمهور بتاعك، هتلاقي عندك افكار تخلي الفيديوهات بتاعتك تخش اقتراحات، هتلاقي عندك فيديوهات الناس او الجمهور بتاعك بيحب يتفرج عليها، فانت كمان تبدأ تعمل زيها. هقول لك دلوقتي على كل حاجة، بس تابع معايا. ده يا شباب الكنز اللي انا بقول لك عليه، احصائيات القناة. ازاي بقى من احصائيات القناة دي تعمل كل اللي انا قلت لك عليه؟ اولا عندك حاجتين هنا اسمها المحتوى والجمهور، دول اللي احنا هنشتغل عليهم. ندخل الاول على المحتوى. لو نزلنا لتحت كده هتلاقي عندك حاجة مهمة جدا جدا، المقاطع الرئيسية التي تؤثر في مقاييس الاحتفاظ بالجمهور. والاحتفاظ بالجمهور انا كأبو ملك شايفه ان هو اهم حاجة على القناة بتاعتك. طول ما عندك نسبة كبيرة من الاحتفاظ بالجمهور، طول ما انت ماشي في الطريق الصح. طيب الأداة دي بقى بتقولك ايه؟ الأداة دي بتقولك على اكتر الفيديوهات اللي بتعمل نسبة احتفاظ بالجمهور كبيرة. بيقولك ان الفيديوهات دي الجمهور بيتفرج عليها مدة طويلة. طيب لما انت تعرف حاجة زي كده، ايه اللي مطلوب منك؟ اللي مطلوب منك في الحالة دي انك تشوف افكار الفيديوهات دي وتبدأ تعمل منها اجزاء تانية، تعمل منها حلقات مرتبطة بنفس الفكرة اللي عجبت الجمهور وفضلوا يتفرجوا على الفيديو مدة طويلة. الفيديوهات دي من انجح الفيديوهات على قناتك، فما ينفعش انك تسيب الفيديوهات دي وما تعملش منها جزء تاني، ما تعملش منها الفكرة وتضيف عليها حاجة جديدة علشان الجمهور يتابعك بشكل اكتر وبشكل اكبر. لما تكون عندك الفيديوهات دي وتروح تعمل افكار تانية الناس مش بتدور عليها، الناس مش بتتفرج عليها، يبقى انت بتهرج، انت مش بتنشئ محتوى. الافكار دي لازم كده تبدأ تتفرج عليها او تبدأ تشوفها وتقول الجمهور عجبه الفيديو ده، عجبته الفكرة دي. 5 نصائح لانشاء قناة يوتيوب للفيديوهات القصيرة، فهم مهتمين بالفيديوهات القصيرة، يبقى تعمل فيديو و2 و3 عن الفيديوهات القصيرة. الناس مهتمية بمشاكل خاصة بالفيديوهات القصيرة، يبقى انا اعمل فيديو تاني عن الفيديوهات القصيرة. زي ما انتم شايفين هنا، انا هنا خدت الفكرة دي على فكرة من الفيديو ده، الناس اعجبت بالفكرة، اتفرجت عليها وقت كبير، فبدأت اعمل فيديو تاني. ده اللي هينجحك على اليوتيوب، انك تقدم الحاجة اللي مهتم بيها الجمهور. الجمهور هو اللي بينجحك، فانك تعمل اللي على مزاجك وتتغاضى عن اهتمامات الجمهور يبقى انت مش هتنجح. قدم اللي الجمهور بيدور عليه، مش اي افكار وخلاص. هنا كمان اليوتيوب بيقولك ان الفيديوهات دي لم تحقق النجاح المرجو منها. انت عملت فكرة كويسة ولكن كانت نسبة الاحتفاظ غير جيدة، فبلاش انك تكرر الخطأ ده، وخلي بالك وابدأ اعمل افكار بتحافظ على بقاء الجمهور. كمان لو كملت تحت شوية هتلاقي الفيديوهات الافضل اداء. الفيديوهات دي اليوتيوب بيقولك ان دي اكتر فيديوهات
جابت لك مشاهدات خلال اخر 28 يوم. وده معناه ان برضه حضرتك تبدأ تشوف افكار الفيديوهات دي اللي حصلت على اكتر عدد من المشاهدات وتعمل فيديوهات مرتبطة بيها. بالتالي هتلاقي ان الفيديو القديم بيرفع الفيديو الجديد، اللي بيتفرج على الفيديو القديم اليوتيوب بيقترح له الفيديو الجديد، وكذلك انت اصبح عندك مشاهدات بشكل مستمر. وهنا عندك الفيديوهات المقترحة. يوتيوب هنا بيقولك اكتر الفيديوهات اللي تم اقتراحها من القناة بتاعتك، وهنا تبدأ تاخد الافكار دي اللي تم اقتراحها واللي عجبت الجمهور وتعمل منها اجزاء تانية تضيف عليها. الفيديوهات دي بيتم اقتراحها، يبقى ليه ما اعملش منها فيديو و2 و3 واحصل على مشاهدات اكتر وانجح قناتي؟ ده اللي انت لازم تعمله. لو دخلنا على الخانة التانية وهي الجمهور، كذلك القنوات التي يشاهدها جمهورك، الجمهور بتاعك بيتفرج على القنوات دي، يبقى انت تدخل على القنوات دي وتشوف المحتوى اللي هم بيقدموه وتبدأ تاخد افكار منهم وتنفذ الفكرة بشكل احسن، عشان انت كمان تحافظ على الجمهور بتاعك جوه القناة بتاعتك وتبني ليك قاعدة جماهير خاصة بيك. اما محتوى يشاهده جمهورك، هنا يوتيوب بيقولك الفيديوهات اللي بيتفرج عليها جمهور قناة ابو ملك، بيقولك الجمهور بتاعك بيتفرج على الفيديوهات دي، فانت كمان اعمل افكار شبيهة للفيديوهات دي. ما هي الصفحة دي مش موجودة كده قدامك وخلاص كصورة، لا، هي ليها استخدام. اليوتيوب بيعرفك عشان تبدأ تستخدمها. لما يقولك في فيديوهات الناس بتتفرج عليها، يبقى انت اول حاجة لازم تعملها تشوف الفيديو اللي الناس بتتفرج عليه ده وتشوف ليه عجبهم وتبدأ تعمل فكرة زيه وتقدمه على قناتك وتحافظ على بقاء جمهورك جوه القناة بتاعتك وتكتسب جماهير جديدة. ده اللي انت المفروض تعمله، مش مجرد صورة قدامك، دي حاجة لازم تستخدمها. وافكار فيديوهات بالعشرات، انت عندك عشرات الفيديوهات وافكار كتيرة، لو فضلت تصور فيها مش هتخلص، مش هتلاقي وقت حتى انك تعمل مونتاج. هتلاقي نفسك عمال عندك فكرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعايز تخلص الفكرة دي عشان تصور غيرها وتنزلها على القناة وانت قاعد ما بتعملش حاجة. ما ينفعش يكون عندك الكنز ده في قناتك وانت قاعد كده. ابدأ خد افكار، ابدأ شوف فيديوهات واتفرج واعمل فيديوهات وهات جمهور كتير وكبر قناتك ووسع قاعدة جماهيرك. ده اللي انت المفروض تعمله. اتمنى اكون افدتكم من خلال حلقة النهاردة وقلت لك على حاجة مفيدة جدا كلنا بنتجاهلها، وهي احصائيات القناة وافكار نقدر ننجح بيها القناة بتاعتك. لو حلقة النهاردة عجبتك يا ريت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة. لو عندك اي سؤال سيبه في التعليقات. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.